طبعا يوميا كلنا بناكل جبن. تعالى نمسك كده جبنه من المشهورين قوي، واديك الخلاصه، اقول لك ايه المفيد وايه اللي انصحك تقلله شويه. وتعالى نبتدي مع بعض مع الجبنه البيضاء الناشفه او البراميلي او الخزين. شوف بتقول عليها ايه؟ ممتازه كمصدر للكالسيوم وكل العناصر اللي موجوده في اللبن، فيها فيتامين بي، فيها فوسفورس، فيها فيتامين زي A و D. لكن لازم تقلل منها في الاكل عشان ملحها كتير قوي، او ممكن تاخد كميه صغيره منها وتخلطها مع جبنه قريش عشان غنيه جدا بالملح، والملح الكتير ده يأذي صحتك طبعا. نتكلم بقى دلوقتي على الجبنه الدبل كريم. هي برضو فيها كل العناصر اللي اتكلمنا عليها، لكن خد بالك دسمها عالي وكمان ملحها عالي. طيب بالنسبه بقى للقريش والجبن الملح الخفيف، دول فيهم كل العناصر اللي اتكلمنا عليها قبل كده، بس ميزتهم ان ملحهم قليل قوي وكمان قيمتهم الغذائيه عاليه. ومعلش القريش على راسها ريشه شويه عشان هي من اقل الجبن المتوفره اللي دسمها قليل. اما بالنسبه للجبن الحلوم فهي برضو قيمه غذائيه عاليه جدا، لكن دسمها اعلى من القريش ومن الملح الخفيف. نيجي بقى للجبن المعلبه زي مثلا الفته، الاسطنبولي، الحاجات دي كلها، اهم نصيحه فيها ان لازم تكون طبيعيه 100%. لو جبن نباتيه الدهن مهدرجه لا، ما ندخلهاش البيت اصلا. طيب والجبن برضو المعلبه اللي هي الكريمي سهله الفرد، دي اساس قوامها دهون، فلازم تتعامل معاها بمنتهى الحرص وتقلل منها. قول لي بقى ايه افضل جبنه بيضه انت بتحبها، واكتبي لو عايز بارت 2 عشان نتكلم عن الجبن الصفراء الاكثر انتشارا وكلنا بنحبها.